خلينا نبدأ بسؤال بسيط. أنت بتدور على السعادة في إيه؟ فلوس؟ علاقة؟ استقرار؟ نجاح؟ راحة؟ اعتراف من الناس؟ لو سألت أي إنسان في الدنيا مهما كان شكله أو ظروفه، هتلاقي في الآخر كل واحد بيجري ورا نفس الحاجة بس بشكل مختلف. إنه يحس إنه كويس، مش غني، مش مشهور، مش محبوب، لكن كويس من جوه. المشكلة إن أغلبنا اتعلم يدور على السعادة لبره، في حاجة تحصل، في شخص يدخل حياتنا، في مرحلة نوصل لها، ولما نوصل نفرح شوية وبعدين نرجع زي ما كنا، قلق، مشتتين، حاسين إن في حاجة ناقصة. سينيكا كان بيقول: نحن لا نعاني من قلة ما نملك، بل من عدم الرضا بما نملك. يعني المشكلة مش إنك ناقص حاجة، المشكلة إنك مش راضي مهما كان عندك. الرواقية بتقول إن ده أخطر وهم في الحياة، إنك فاكر إن السعادة في حاجة جاية، شغل أحسن، فلوس أكتر، علاقة مستقرة، جسم أحسن، سفر، بيت. وكل مرة توصل لحاجة تحس إن في حاجة بعدها، زي واحد عطشان بيشرب من بحر عطشه عمره ما هيخلص. الرواقيين كانوا شايفين إن السعادة مش إحساس بالفرح ولا نشوة ولا ضحك مستمر. السعادة عندهم اسمها الهدوء الداخلي، إن دماغك تبقى ساكتة وقلبك مش متعلق بكل حاجة ونفسك مش متصورة من كل موقف. ماركوس أوريليوس قال: من جعل سعادته في الخارج جعل نفسه عبدا لما لا يملكه. يعني لو سعادتك متعلقة بشخص، انت عبد المزاج الشخص ده. لو متعلقة بالفلوس، انت عبد للسوق. لو متعلقة برأي الناس، انت عبد لنظرتهم. الرواقية بتقول: انت حر بقدر ما سعادتك مش مربوطة بحاجات خارجك. أهم فكرة في الرواقية كلها: فرق بين حاجتين، حاجات تقدر تتحكم فيها وحاجات ما تقدرش تتحكم فيها. تقدر تتحكم فيه تفكيرك، موقفك، رد فعلك، اختياراتك، قيمك. ما تقدرش تتحكم فيه الناس، النتائج، الماضي، المرض، الفقد، الحظ. معظم تعبنا جاي من إننا بنحاول نسيطر على حاجات مش في إيدينا. عايز الناس تفهمنا، عايز اللي بنحبه ما يمشيش، عايز الشغل ينجح، عايز الدنيا تمشي عدل، ولما ما تمشيش عدل ننهار. إبكتيتوس كان واضح جدا: مش الأحداث اللي بتدمرك، تفسيرك للأحداث هو اللي بيدمرك. يعني نفس الموقف ممكن شخصين يعيشوه، واحد ينهار والتاني يتعلم. الفرق مش في اللي حصل، الفرق في العقل اللي استقبل اللي حصل. الروائية بتقول: السعادة مش إن حياتك تبقى سهلة، السعادة إنك تبقى قوي. مش قوي بعضلاتك، قوي بعقلك. إنك تعرف تقعد لوحدك من غير ما تحس إنك ناقص، تعرف تخسر من غير ما تحس إنك فاشل، تعرف تحب من غير ما تتعلق لدرجة المرض. الرواقي مش ضد الحب، بس ضد التعلق. مش ضد الطموح، بس ضد ربط قيمتك بالنتيجة. مش ضد الفرح، بس إنك تبقى محتاج الفرح علشان تعيش. سينيكا قال جملة خطيرة جدا: من لا يملك نفسه لا يملك شيئا. يعني لو مش مسيطر على مشاعرك، على خوفك، على غضبك، على طمعك، يبقى أي حاجة في الدنيا ممكن تكسرك. السعادة الحقيقية في الرواقية إنك تبقى مستقر حتى وإنت في نص العاصفة. مش إن العاصفة تخلص، لكن إنك ما تتكسرش جواها. الرواقية ما بتقولكش ما تزعلش، بتقولك ما تسيبش الزعل يسوقك. ما بتقولكش ما تخافش، بتقولك ما تخليش الخوف يقرر بدالك. ما بتقولكش ما تحزنش، بتقولك ما تحولش الحزن الهوية. أكبر فرق بين الإنسان العادي والرواقي: الإنسان العادي بيقول أنا مش سعيد علشان الدنيا وحشة. الرواقي بيقول الدنيا كما هي، أنا اللي لازم أتعامل معاها بشكل أحسن. السعادة مش إن الدنيا تبقى مثالية، السعادة إنك تبقى متزن. مش إن المشاكل تختفي، إنك ما تختفيش إنت جواها. الرواقي بيعيش مبدأ بسيط جدا: اعمل اللي عليك وسيب الباقي. يعني خد قرار صح حتى لو النتيجة وحشة، انت عملت اللي عليك. كن شخص عادل حتى لو الناس ظلمة، انت عملت اللي عليك. كن صادق حتى لو خسرت، انت كسبت نفسك. الرواقية بتربط السعادة بالفضيلة، يعني انك تبقى انسان محترم من جوه حتى لو العالم كله مش محترم. مش محتاج حد يسقف لك، مش محتاج إثبات، مش محتاج تأكيد خارجي. انت متصالح مع نفسك، ودي أعلى درجة سعادة عند الرواقيين. إنك ما تحتاجش حاجة علشان تحس إنك كفاية. مش كامل،
لكن كفاية، مش مثالي لكن صادق، مش مبسوط طول الوقت لكن ثابت. وفي الآخر الرواقية مش بتوعدك بحياة جميلة لكن بحياة قوية، والفرق بينهم كبير جدا. الحياة الجميلة تعتمد على الحظ، الحياة القوية تعتمد على العقل، والحظ ممكن يخذلك لكن عقلك دايما معاك. خلينا نطلع من الفلسفة شوية وننزل على أرض الواقع، على الشارع المصري. شوف مثلا واحد شغال طول عمره، بيستحمل مديره، وبيستحمل ضغط، وبيستحمل مواصلات، وبيستحمل قلة تقدير، على أمل إن يوم ما يوصل. فاكر إن لما يقبض أكتر هيبقى أهدى، لما يترقى هيحس بقيمته، لما الناس تقول اسمه هيحس إنه مهم. وبعد ما يوصل يفرح أسبوع، شهر، وبعدين يرجع نفس القلق، نفس الخوف، نفس الفراغ. ليه؟ علشان المشكلة ما كانتش في المرتب ولا في اللقب، المشكلة كانت في العقل اللي مش راضي. شوف واحدة مستنية الجواز، فاكرة إن أول ما تتجوز هتحس بالأمان، إن الوحدة هتختفي، إن الفراغ هيتملي. وبعد الجواز تكتشف إن الأمان مش شخص، وإن الوحدة ممكن تبقى جنب حد، وإن الفراغ لو كان جواك ولا ألف علاقة هتملاه. شوف واحد قاعد على السوشيال ميديا، بيشوف حياة الناس وسفرهم وعربياتهم وضحكهم، ويقارن نفسه ويحس إنه أقل وأفشل ومتأخر، وهو مش شايف غير أحسن لحظات في حياة غيره، ومش شايف فوضى حياته هو. الرواقي كان هيقول: أنت مش تعبان علشان حياتك وحشة، أنت تعبان علشان بتقارن. شوف واحد فقد حد غالي، أب، أم، حبيب، صديق، يحس إن الدنيا انتهت، إن مفيش معنى، إن مفيش سبب. الرواقي مش هيقول له انسى ولا تخطى، هيقول له الألم طبيعي، لكن إنك تقف حياتك اختيار. الفقد مش بيقيس حبك، بيكشف تعلقك. كل الأمثلة دي بتقول نفس الحقيقة: إحنا مش بنعاني من الحياة، إحنا بنعاني من توقعاتنا عن الحياة. عايزها دايما عادلة، دايما مريحة، دايما مرضية، دايما على مزاجنا. لكن الحياة عمرها ما وعدت بده، إحنا اللي وعدنا نفسنا. الرواقية بترجعك لنقطة بسيطة جدا: أنت مسؤول عن رد فعلك مش عن اللي حصل، مسؤول عن معنى اللي حصل في دماغك مش عن الحدث نفسه. ممكن تكون فقير وتبقى هادي، وممكن تكون غني وتبقى مكسور، ممكن تكون لوحدك وتبقى متصالح، وممكن تكون وسط 1000 واحد وتبقى تايه. ممكن تخسر شغل وتطلع أقوى، وممكن تكسب الدنيا وتفضل خايف تخسرها. السعادة في الرواقية مش حالة، دي مهارة. مهارة إنك تفصل بين اللي يستاهل اهتمامك واللي لازم تسيبه يعدي. مهارة إنك ما تعيش رهينة لظروفك ولا لآراء الناس ولا لتقلبات الأيام. مهارة إنك تقول: الدنيا كده وأنا هعيش كويس برضه. السعادة يا صديقي مش إنك تتحكم في الحياة، السعادة إنك تتحكم في نفسك مهما كانت الحياة.